بتقول دايما كلمة good وحاسس ان ملهاش بدائل، دي كويسة يبقى good. لا، في بدائل تانية انت ممكن تستخدمها. خلي لغتك اقوى واكثر احترافية في ثواني بالظبط. شوف الفيديو الاخر بليز عشان تشوف كل البدائل. كلمة good هي مفيش فيها مشكلة، هي سهلة وبسيطة وكل حاجة، استخدامها طول الوقت هيخلي كلامك عادي ممل وساعات بيجنر. جرب تستخدم بدائل أقوى على حسب الموقف اللي انت بتقول فيه الكلمة. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حاجة ممتازة مثلا جدا ممكن تقول excellent، ممكن تقول amazing، ممكن تقول fantastic بدل good. طيب ايه تاني؟ لو حاجة كويسة بشكل عام ممكن تقول great أو nice أو برضو solid. طيب لو انت عايز تبان احترافي اكتر ممكن تقول impressive او outstanding او remarkable، دي برضو بدائل ممكن تستخدمها بدل good. لو بتشجع حد ممكن تقوله well done، keep it up او that's awesome. ممكن تقول كل دول. يعني مثلا بدل ما تقول this is good انت ممكن تقول this is impressive، this is amazing، this is solid، this is perfect. نسيت ان انا اقول دي كمان من ضمن البدائل. فعلى حسب الموقف انت ممكن تغير الكلمة. يعني اكتب لي في الكومنت انت هتستبدل النهاردة جد بكلمة ايه، وايه اكتر حاجة حسيت ان هي سلسة وسهلة عليك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى كل فيديو جديد. باي.